أبو سلمان الأحساء تبدأ، واليوم الطرف تبدأ. في جولتك شو تقول في هالمناسبة السعيدة؟ أول شيء أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين وأصحابه غر الميامين. الحقيقة أنا أول شيء بهذه المناسبة السعيدة أهني مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة يوم التأسيس. ويوم التأسيس هذا غالي علينا حقيقة، لأن يوم التأسيس اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية. يبان تأسيس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية الأولى في سنة 1139. فأسأل الله التوفيق للجميع، ولنا الشعب السعودي أيضا أهنيه تهنئة خاصة للشعب السعودي كافة، وأهل الطرف والله الحمد المنة خاصة. وتمشيت والله الحمد مع الشباب وشفت اللي ما شاء الله إقبال الأهالي على الفعاليات. أتمنى التوفيق للجميع، وأسأل الله التوفيق والسداد لنا جميعا. شكرا. جولاتنا اليوم شفنا شاعرنا الحلو أبو محمد جاسم عساكر. الأجواء حلوة وكل شيء حلو. نعم. نبي من لسانك كلمة. أولا أنا أحب أن أتقدم ببطاقة تهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي العهد الأمين محمد بن سلمان الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي النبيل بمناسبة يوم التأسيس 2024. الحقيقة في مثل هذا اليوم تتطلع العيون للعيش هذه الفرحة وهذه الأجواء التي تعم أنحاء المملكة العربية السعودية كاملة، لما يعني هذا اليوم من عمق حضاري ومن عمق معرفي ومن تذكر لأمجادنا، أمجاد آبائنا، أمجاد مؤسسي هذه الدولة العظيمة وهذا الصرح الكبير الذي ننعم فيه بالرفاهية، والذي انتقلنا فيه من حياة إلى حياة أخرى نشعر بها اليوم في ظل أمن وسلام. وطن يسيل الخلد في أكوابه، من صفو مشربه لطيب شرابه، لم يلتفت إلا ليحرس أرضه، لم تقوى عاصفة على إرهابه، لم يرتفع نحو النجوم، وإنما أغرى النجوم تحط في أعتابه. هو لا يقال وإن تقول عاشق فيه، وأسرف في بيان خطابه. هو خارج الإعراب إلا أنه يتفلسف العشاق في إعرابه. سأقبل العين التي سهرت على أمن التراب لساعة استتبابه. وطن إذا شابت عوارض غيره وافاك يرفل في ثياب شبابه. وكل عام وأنتم بخير وأمان إن شاء الله. تسلم هالأنامل، والله يعطيك العافية أبو محمد. شكرا لك طبعا أنت أخوي أبو أحمد على تغطيتك ووجودك في هذا المكان الجميل،
ولا إن شاء الله يعيدنا ويعيد وطننا سنويا إن شاء الله في خير وسلام وأمان. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. الله يحفظك. شكرا لك. جولاتنا في مهرجان الطرف التقينا باحد الاخوان ابو يعقوب في هذه المناسبه، مناسبه التاسيس. شو تقول وهالمهرجان اللي تشوفه؟ والله اولا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا ابداع طيب وانجاز طيب، واشكر اهالي الطرف على هذا الابداع وهو يوم التاسيس، واشكر الاخ الفاضل احمد خالد بوشيت وتركي الحساوي وجميع من قام في هذا المهرجان اللي هو يوم التأسيس. هذا القرص مكون عن اللي هو بخور من اللي هو صنابر، بخور قديم ذا شغل بيت. وعندك هذا اللي يستخدمونه الاولين يدقونه ويعطرونه، هذا البخور ما هو معطر. في عندنا بعد من هذا البخور معطره، في منه 3 روايح، في منه مسني وزهور الريف وفي بالورد وفي عطورات فرنسيه. في عندنا اللي هو من هذه المشروع هاي هذا. في هالمناسبه شو تقول لنا بمناسبه يوم التاسيس؟ نشكركم، نشكر المملكه ونشكر اللي هو البلديه ونشكر اللي من اقام على الحفل هذا المهرجان، وشكرا للجميع كلهم والمشرفين، وشكرا لك انت وعلى المصور بعد. المهرجان هل تشوفه حلو؟ ما بس حلو، من اروع ما يكون. شوف ما شاء الله لا اله الا الله، وسعة صدر وشراحه، وفيها ناس هنا لابعد حدود. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا. المناسبة الجميلة يوم التأسيس شو تقول فيها؟ أقول فرحة وطن، فرحة شعب، تعبير لا يوصف بين الحضارة، بين الماضي والحضارة. طبعا يوم التأسيس يوم تأسيس المملكة منذ القدم، وفي الحاضر اللي هي فرحة البلد الله يحفظك، وفرحة الشعب المواطنين بولاة الوطن. المهرجان جيد وتنظيم حلو، وفي السنين القادمة إن شاء الله يكون تطور أزيد. يعطيك العافية. الله يعافيك. أول شيء أهني أبوي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين محمد بن سلمان، وأشكر كل من قام على هذا المهرجان وكل من نسق، وأشكركم جميعا. الله يعطيك العافية. تأسيس. سارعي للمجد والعليا، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق الأخضر من النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني، خلت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. ما شاء الله عليك. شوري بندر خيبة. نعم. فيصل في الروضة. زين، ايش رايك في المهرجان؟ حلو. شو اللي عجبك هنا؟ المحلات. بس المحلات؟ هناك في سيارات ما عجبتك؟ الا الفراري. ما ودك تركب وتفحط فيه؟ ايه. ما شاء الله عليك، يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. اللي شفته هني المهرجان ايش رايك فيه؟
ممتاز الصراحة، والمكان ممتاز، يعني ما في شيء مش حلو الصراحة. وش اللي عجبك؟ اللي يعجبني الصراحة المسرح هناك. قصدك الخيمة؟ الخيمة الصراحة عجبتني واجد. شيء معين؟ لا والله بس اللي يمثلون ماسكين السيوف وكذا. سعوديون يا فخر العرب، سعوديون يا تاريخ مصر، سعوديون قدر لكم أن تخلقون عظماء من بلد عظيم، كونوا لها فبجندكم بلد تراها من بعيد، غدر لكم أن تخلقون عظماء من بلد عظيم، سعوديون يا فخر العرب، سعوديون يا تاريخ مصر، سعوديون من دمك هوية بس. يعطيك العافية وشكرا. أنا أحب السعودية. واحنا نحب السعودية. حلو. بعد شو تقولين للسعودية؟ موطني عاش فخر المسلمين، عاش والوطن لك العلم والوطن. شكرا لك. شو اسمك انت؟ إلين. إلين؟ والنعم، الله يعطيك العافية. عندنا هالبنوتة الحلوة، شو تقولين لنا بهاليوم التأسيس؟ سارعي للمجد والعلياء، مسجدي لخالق السماء، وارفع الخف فوق الأخضر، يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. يعطيك العافية. شكرا. دانا. حسين، مع هالحلوة الجميلة، ها تعرفين تقولين نشيدة عن الوطن؟ تضحك تكلميني. وعلي، بهالمناسبة شو تقول؟ والله ما شاء الله الطرف اليوم أبدعت في هذا المهرجان الاحتفالي بيوم التأسيس، وهم في مناسبتي أهني الأسرة السعودية وكافة الشعب السعودي بهذا اليوم العزيز على الدولة، وإن شاء الله يدوم الأفراح في هذه الديار، والله يحفظها من كل سوء وبلاء. أنت أخويا صديقي. طبعا حيدر شوي الكلام قليل، لكن نحاول ان احنا ناخذ من بعض الكلمات ونترجمها. انزين، احنا الحين هل تشوف مهرجان، ايش رايك فيه؟ مهرجان هذا مهرجان حلوة. شو اللي لفت انتباهك في المهرجان؟ والله صراحة أولا بدون مجاملة لفت انتباهي حاجات حلوة قديمة، كذلك أهلها، وكذلك فيها ما شاء الله في محلات عطورات، وفي محلات الله يعزك فيها طيور، وفيها أشياء حلوة صراحة. وأنتوا في الأساس، أنتم من سكانها، لي الشرف إني سويت معكم لقاء وشفتكم في نفس الوقت. احنا نعيش فرحة وطن اللي هو يوم التأسيس. بهالمناسبة شو تقول لنا؟ أقول الله يديم عز الوطن إن شاء الله، ويعز ولاة أمرنا ولا يعز عليهم إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. الله يا رب إن شاء الله يعطيهم طولة العمر، وكذلك أنتم بعد ربي إن شاء الله يعودها علينا وعليكم كل سنة إن شاء الله، ويطول في أعماركم يا رب. ضمن لقاءاتنا شفنا هالجميل، الله يسلمك، زميل الدراسة عبد الرحمن بن عبد العزيز المطلق. الله يسلمك. الله يحفظك وياك ان شاء الله جميعا. ما شاء الله عليك كاشف والله. ما شاء الله خالد، الله يحييك. ما شاء الله عليك كاشف والله. كاشخين بالمناسبة
الايام الوطنيه وبمناسبه يوم التاسيس. انت الحين عبرت باللبس وكل حاجه، نبي تطلع ما في قلبك عن يوم التاسيس وعن الوطن وعن امورك. ما في شك يوم التاسيس هذا الشيء الملك عبد العزيز طيب الله ثراه اسس المملكه ووحد المملكه ووحد مناطقها وشعبها على نمط واحد، وشيء هذا الشيء يفرحنا وشيء يبسطنا، واحنا نحتفي بهذه الاشياء كل سنه ما شاء الله، سواء احنا الكبار او ابنائنا الاطفال. يعني لما يسمعون يقول لك يوم التاسيس ولا يوم الوطني شيء يفرحون فيه. اي نعم. طبعا البرنامج اللي صاير هنا شكله اعادنا الى السابق عهدنا، يعني في بعض الاركان ما شاء الله قديمه، عرفت؟ فرجعتنا صحيح للوراء. المهرجان بشكل عام اللي انت شفته شو تتوقع؟ المهرجان ما شاء الله تبارك الله بصراحه رجعني الى الوراء، يعني يكفي ان موقعها اساسا كان في موقع سوق الجمعه التراثي القديم بالطرف، وهذه الاشياء الاركان الشعبيه المتواجده كنا نشوفها واحنا صغار، فذكرتنا بهذا الشيء. والشيء هذا ابنائنا يتعلمون يشوفون شنو ماضي المملكه العربيه السعوديه من التراث الشعبي. على العموم عبد الرحمن الله يعطيك العافيه وشكرا لك على هالدقائق الصغيره. الله يسلمك الله يسلمك. شكرا جزيلا. حياكم الله معنا اليوم هنا في مدينه الطرف في مهرجان فريد من نوعه. لأول مرة أنا أشارك في الطرف طبعا، فلي الفخر كثير أن أنا أشارك هنا. طبعا المهرجان هو يخص التأسيس اللي هو تأسيس المملكة العربية السعودية. فاليوم احنا هنا شاركنا بالحنة وعرض اللوح. ما شاء الله الإبداع اللوح. فالمهرجان الآن تشوفين انظار، انا يمكن اول مره تقريبا او حاجه في الطرف، لكن انا اشوفها ابداع. شو اللي لفت انتباهك؟ انا ادري انك قاعده في ركنك، بس شو اللي لفت انتباهك؟ طبعا اول ما جيت الى المهرجان اخذت نظره بسيطه على المهرجان من اول قدومي بالسياره. قلت يعني احنا راح نكون بذي الاركان الجميله وضمن الفعاليه هذه الجميله، فحيل استمتعت وانا اشوف شيء في من عبق الماضي، يعني كأن احنا رجعنا للسنوات الماضية. والآن حنا المملكة العربية السعودية تهتم بالتراث بالذات، لأن احنا خاصة الأحساء تعتبر منطقة تراثية، فهنا احنا شفنا أشياء كثيرة من عبق التراث اللي هو جميل الصراحة. المهرجان أبهرني اليوم وأبهرني الحضور كذلك. طبعا من ضمن لقاءاتنا التقينا بأبو الزيك، بالمشهور أبو الزيك. أبو الزيك الله يعطيك العافية. الأجواء جميلة في الطرف اليوم. شو اللي لفت انتباهك في أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أشكر أول شيء من دعاني حبايبي أهل الطرف المشاركة الجميلة هذه اللي طبعا تورثها الأجيال السعودية. ونبارك للشعب السعودي خاصة لملكنا الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمير سمو الملك الأمير محمد بن سلمان على يوم التأسيس هذا الجميل، يوم الفخر والعز لهذا الوطن الجميل. ودام عزك يا وطن. هذه ما شاء الله اللهم لك الحمد 3 قرون الآن. اللهم لك الحمد أمن وأمان وتطور بسرعة البرق ما شاء الله. وبالنسبة للمهرجان اللي يدعون فيه أهل الطرف ما شاء الله الأمانة ما توقعت بالصورة هذه ما شاء الله. الزوايا جميلة ومتنوعة هنا، يعني اطلب تجد على قولتهم. يعني مهرجان صحيح انه صغير مساحه صغيره، لكنه ما شاء الله مهرجان متكامل، يعني اشياء ما شاء الله يذكرها التاريخ هنا، اشياء ما شاء الله ايام زمان صراحه تذكرها هذه اللي انا شفتها صراحه. والحمد لله جينا نشارك معاكم احنا انا كقائد فرقه العاب شعبيه قديمه، نحاول نذكر هذه الاجيال بالالعاب الجميله ايام زمان اللي لعبوها ابائنا وابائهم واجدادهم في هذا الزمن اللي هم فيه حاليا. تعرف الان ما شاء الله الاولاد الحين حق البلاي ستيشن والاشياء الالكترونيه. احنا الحين نبي للشاشه، شو تقدم لنا شيء حلو كذي؟ والله اول شيء ابدا بالتهليات، دائما اقول لا اله الا الله ولا اله الا الله، صلوا على محمد يا الحاضرين ويا اللي تحبون النبي ويا الله صلوا عليه. ورجعنا حق الهجيج يقول يا ام الريش يا ام الريش اعطينا الرز والجريش
وين الديج من باقة هذا عيسى سوى عليه هريسة واقرع قيرع طاح بالطاسة صيح على امه هي بقرقاشة وطاح المطر على التين الله يسلم فلسطين. تحياتي لكم سامحونا عاد إذا قصرنا لكم كل حب وتقدير وأشكركم على الاستضافة الجميلة هذه. الله يعطيك الصحة والعافية وإحنا سعيدين بتواجدك ويانا في الطرف وفي هالبرنامج الجميل. أشكرك يا حبيبي أنا اللي تشرفت فيكم لكم كل حب وتقدير والتوفيق لبرنامجكم الجميل هذا. شكرا جزيلا. تحياتي. أيضا من لقاءاتنا في الركن حقنا استلقينا مع شخصية من شخصيات أو من سنابين الأحساء أستاذ عبد العزيز الموسى. حبيبي يا سلام. الله يرضى عليك ويسلمك أستاذي. طبعا أنا ما بسألك عن حاجة أبيك توصف لي اللي أنت شفته الواقع. اللي شفته حقيقة تجسيد لإرث تاريخي حضاري للمملكة العربية السعودية في يوم التأسيس وهو يوم عزيز على نفوسنا احنا كسعوديين يمتد إلى 1139. الإمام محمد بن سعود يوم أسس الدولة السعودية الأولى. أهالي الطرف أهالي حضارة أهالي ثقافة. أهالي الطرف اليوم شفناهم في جميع الحرف اليدوية وفي جميع الفنون الشعبية موجودين وهذا ليس بغريب على الطرف العريقة اللي هي امتداد للأحساء. نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله تعالى ولي عهده الأمين صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان على هذا الازدهار العظيم في المملكة اللي نشوفه اليوم وفي نفس الوقت الحفاظ على الإرث التاريخي العظيم الممتد إلى الدولة السعودية الأولى. ولا يفوتني أيضا أهنئ الشعب السعودي العظيم على هذا اليوم المبارك. سعدنا بتواجدك ويانا في هالركن البسيط وشكرا لك على هالوقت الثمين اللي أعطيتني إياه. العفو شكرا لك على هذه الاستضافة اللي أعتز بها. استمتعنا بالمهرجان وبهاللقطات الجميلة والله يعطي القائمين عليه العافية ونبارك لكم مناسبة يوم التأسيس. والصراحة هنا أبدعوا مثل ما قالوا بعض المشاهدين واللي سوينا لقاءات وياهم رجعنا للماضي من واقع الأركان من واقع الأمور ذي كلها. فشكرا بصراحة للقائمين وإلى الأستاذ أحمد وعبيد عمدة البلد تواجده في الموقع بصراحة كان مميز والشخصيات أهل البلد الموجودين في المهرجان. شكرا لكم. وهم ما ننسى نشكر حيدر بتواجده ويانا. حيدر شو تقول للمشاهدين؟ قول لهم أنا أقول لهم شكرا. شكرا.